شعرك حلوه قوي، عاملاه بايه؟ وريني كده. انا لا ما عملتوش بحاجه، انا صحيت من النوم لقيته كده. الله، دي مسكره جديده. مسكره؟ فين؟ دي رموش الطبيعيه حتى، بصي اهو. هو انت استخدمتي ايه الاسمرار حوالين الفم؟ بقى منور قوي ما شاء الله. ما استخدمتش حاجه، انا صحيتي من النوم لقيتي الاسمرار راح، صح؟ ايوه بالظبط كده. ايوه ايه؟ وريني كده المنتج اللي انت بتحطي منه. ما بحطش حاجه. وريني بقول. ابعدي عني. ايكوال بيري. ايكوال بيري فيتامين سي اليومينيتنج سيروم. ده منتج كوري. كوري. بيستخدم في ايه بقى؟ انطقي. الاسمرار حوالين الفم والركب وكمان الاكواع. بيفتح؟ وكمان بيرطب. ازاي؟ فيه 20% فيتامين سي. مستحيل طبعا. لا مش مستحيل. بعد تجربة المنتج ده اقدر اقول لكم انه سحر في ازازة. بستخدمه بقالي 10 ايام مرتين يوميا وشفت نتيجة فظيعة. بيفتح المناطق الغامقة من غير ما يعمل تهيج للبشرة. معروف دايما عن منتجات التفتيح انها بتكون قاسية جدا على البشرة. ايكوال بيري بقى حققوا المعادلة الصعبة بالنسبة لي. منتج بيفتح، لطيف على البشرة، وكمان بيرطبها. جماعة هو بيخليها زي الازاز. انا عايزة اوريكم نتيجة استخدام مرة واحدة بس قدامكم. متخيلين بقى لما تستمروا عليه؟ انا بستخدمه حوالين الفم وعلى اثار الحبوب وكمان الكوع. تقدري تستخدميه كمان على الركب، على الاندر ارم. بعد تجربة هتبقي بتعملي لبشرتك خدمة لما تستخدميه. 3 2 1. ازاي انا اهلي كلهم صيادين، مستحيل ابقى فريسه. يا اسراء، العلامه جاتلك؟ لا يا ماما، لسه العلامه ما ظهرتش. انا لازم اخبي العلامه دي باي حاجه قبل ما اي حد يشوفها. لو اهلي شافوا العلامه دي ممكن يموتوني، بس انا مش هخلي اي حد يعرف. حبيبة قلب بابا جالها ايه؟ صيادة طبعا. اكيد يا بابا، انا بنتك لازم ابقى صياده. بالمناسبة دي يلا نطلع كلنا رحلة صيد. لا يا زياد، خليها يوم تاني. لا يلا بينا دلوقتي، احنا لازم نعلمك، انت جديدة في الموضوع. برافو يا زياد، انت بقيت شاطر قوي في الصيد. يا ماما دي اقل حاجة عندي. طب انا وشي اتبهدل تراب من الغابه، هروح اغسله. ليه يا اسراء؟ دول شوية تراب يعني. وانت مالك انت يا زياد؟ يا لهوي، انا مش لاقيه الكونسيلر. اسراء اتأخرتي. ايه ده؟ ايه العلامة اللي على وشك دي؟ انت فريسة؟ الحق يا بابا. زياد ارجوك ما تقولش لبابا، انت اخويا. بابا في ايه يا زياد؟ بنتك فريسة وبتكذب علينا. اسراء بنتي. امشي من هنا بسرعة يا اسراء، انت مش هتعيشي معانا تاني. بابا ماما، انتوا هتتخلوا عني. قدامك 3 ثواني، لو ما مشيتيش هتكوني الفريسة بتاعتنا. انا خلاص بقيت لوحدي. الحقوا يا جماعه، في فريسه هناك لوحدها اهي. تعالوا نقسمها احنا التلاتة. لا ارجوكم. مين عليه الدور في الصيد النهارده؟ انا هصطادها. هو ايه اللي حصل؟ انت؟ ايوه انا يا اسراء، ما تقلقيش، انا كنت بقول لهم اني هصطادك عشان اعرف انقذك منهم. عمر، انت شكلك اتغير قوي على المدرسه. وانت ما اتغيرتيش، لسه اموره زي ما انت. بس انت صياد يا عمر، وغلط تصطاد الصيادين اللي زيك. عارف، بس انا كنت هعمل اي حاجه عشان انقذك. شكرا بجد يا عمر. دول اهلي، ما ينفعش يشوفوني يا عمر، ما ينفعش. اعملي نفسك ميته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي اللي بقولك عليه بسرعه. الحقي يا ماما، دي اسراء ميته وفي صيادين ميتين برضو. اسراء بنتي. ايه اللي حصل؟ اهربوا بسرعه، في صياد مجنون عمال يصطاد اي حد في طريقه سواء كان فريسه او صياد. يلا نمشي يا سمر، اسراء ما بقتش من عيلتنا. الحمد لله مشوا يا اسراء، يلا بينا نهرب بسرعه. عمر احنا ماشيين بقالنا كتير، هو احنا رايحين فين؟ هنروح عند الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك. مين ده؟ حد اعرفه ممكن يغير علامتك من فريسه لصياد. بجد؟ ايوه. اسراء انت لسه عايشه؟ زياد ماما وبابا فاكرينك ميته. ارجوك يا زياد ما تقولهمش ان انا عايشه. ماشي، بس امشي من قدامي دلوقتي يا اسراء بدل ما اخلي اللي هم فاكرينه حقيقه. عمر اكيد هيقول لهم ان انا عايشه. ما تقلقيش، احنا وصلنا خلاص. هتعرف تغير العلامه؟ ايوه بس بشرط واحد. ايه هو؟ لازم تبدلي مع حد، هو كمان علامته هتتحول من صياد لفريسه. هبدل مع زياد اخويا. اسراء انت متاكده اهلك هيتخلوا عنه هو كمان؟ لا مستحيل، هو ابنهم المفضل وبيحبوه اكتر مني. متاكده؟ تقدر تبدا. تقدري تشوفي العلامه دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ العلامه بقت سودة، ده معناه ايه؟ انا عارف زياد اخوكي، ومستحيل كنت اسيبك تعملي كده معاه. عمر انت قلت ان هو هيساعدني. انا ساعدتك فعلا. العلامه السوداء معناها ان انت ما تقدريش تصطادي. انت عايز تشلني؟ ما انا كنت فريسه وما اقدرش اصطاد. ولا حد يقدر يصطادك، انت كده محميه للابد. طب لو حد فكر يصطادني؟ الموضوع هيتقلب عليه وكانه كان بيصطاد نفسه. اسراء انا مبسوط قوي اننا هنتجوز. وانا عمر الحق، اهلي هنا وجايين ما علينا. تقلقيش، محدش يقدر يأذيكي خلاص. اسراء انت عايشه يا حبيبتي؟ زياد لما قال لنا ما صدقناهوش. انت كنت مستخبيه فين؟ ومين الواد ده؟ ده عمر. ثانيه واحده، انت علامتك سودا ليه؟ انت غيرتيها بالميك اب تاني؟ لا طبعا. اسراء انا اسف، بس هو ده كان المفروض يحصل من الاول. زياد لا استنى، علامتي سودا. زياد انت وقعت على الارض ليه؟ انت عملتي فيه ايه يا اسراء؟ ما عملتش حاجه، هو ده كان مصيره من الاول.
البونبونية بقى. صرصورة، عايزة اعرفك على جوز مامي اكرم. ازيك يا حبيبتي؟ ما تقوليش يا حبيبتي. طب ازيك يا ما أمورة؟ تقوليش يا أمورة. جميلة إسراء. بعد عني. ماما هو ده هيبقى بابا الجديد؟ يا حبيبتي زي بابا بالظبط. وحش، انا مش عايزاه. بصي انا اشتريت لك ايه دبدوب جديد. الله حلو قوي. خدي بالك منه كويس قوي يا اسراء. صرصورة، انا وعمو اكرم رايحين رحلة يومين بالظبط. خديني معاكي. لا مش هينفع يا حبيبتي، أنا وماما بس اللي هنروح. المرة الجاية هناخدك يا حبيبتي. ماما انت جيت؟ ايه ده؟ عمو اكرم فين ماما؟ حبيبتي مامتك ماتت واحنا مسافرين. يعني صرصورة لوحدها؟ ما تخافيش، أنا مش هسيبك وهاخد بالي منك دايما. اكرم، تعرف الاقي فين خشب عشان مشروع التخرج؟ بيتهيألي هتلاقي تحت في البدروم. تسلم. فين الخشب ده؟ ايه ده؟ ده الدبدوب اللي ماما اديتهوني من وانا صغيره. اول مره اعرف انه هنا في زرار. دي مش رحلة يا اسراء. ايه ده؟ ده صوت ماما. ما تثقيش في اكرم. ما تثقيش في اكرم. إسراء، لقيتي اللي كنت بتدوري عليه؟ ايوه لقيت كل حاجه، ما تقلقش. هو الغدا خلص؟ هيكون جاهز بعد نص ساعة. تمام. هو ده صوت ماما بجد؟ ما تثقيش في اكرم. ما ثقش في اكرم ليه؟ اكرم هو لما ماما توفت وانا صغيره احنا عملنا لها عزا؟ أيوة طبعا، أنت مش فاكرة؟ لا طبعا فاكره، انا بس كنت حابه اتاكد منك. انا هروح المقابر عشان اتاكد بنفسي، انا خايفه قوي. انت بتعملي ايه هنا؟ يا عمو خضتني، افتكرتك عفريت. مع عفريت الا بني ادم يا بنتي. انت شكلك كده جايه تسالي عن حد. ايوه جاي اسال عن مامتي، هي اسمها ساميه احمد. مفيش حد هنا بالاسم ده. يعني انت حافظهم كلهم؟ ايوه حافظهم وعددهم كمان. دول اكتر من صحابي واحسن من الناس اللي عايشين وسطينا دول. طيب شكرا. الدبدوب ده اكيد فيه سر، ماما قالت لي اخد بالي منه كويس. ايه ده؟ رقم تليفون؟ يا ترى ده رقم مين؟ الو؟ يا ترى ده رقم مين؟ الو، مين معايا؟ ماما؟ هي قفلت السكه ليه؟ انا هحاول اتصل تاني. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. انا هدور هنا في البدروم تاني، يمكن الاقي اي حاجه جديده. ايه ده؟ ايه الورق القديم ده؟ حتى الآن لم يتم العثور على المفقودة سامية أحمد بعد بحث دام لمدة 3 شهور. إسراء، أيوة يا أكرم. أنت قعدتك في البدروم كترت قوي، هتقلقيني عليك. لا ما تقلقش، كله تمام. طب خدي، صاحبتك سارة على التليفون وعايزة تكلمك. سارة؟ ألو؟ انا مش سارة، ابعدي عن اكرم. أيوة أنا فاهمة الحتة دي كويس. ثواني بس هطلع أوضتي وأشرحها لك. أنا طالعة. ماما معايا؟ مفيش وقت، قابليني في العنوان اللي هبعتهولك الساعة 8. طيب أكرم، أنا هخرج أذاكر عن صاحبتي سارة. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. ما تقلقش. أنا مش مصدقة إن أنا هقابل ماما أخيرا. مش مصدقة إني هقابل ماما أخيرا. اهلا اهلا. أنت مين؟ انت اكيد اسراء. هي ماما فين؟ ما تخافيش يا اسراء، ده سعيد جوزي. ماما وحشتيني. جبتي معاكي الدبدوب اللي اديتهولك وانتي صغيرة؟ ماما انت ليه سبتيني طول السنين دي؟ قبل ما اقولك على اي حاجة، انا عايزة الدبدوب ده. حاضر. هو راح فين؟ مامتك لقيتك مش كده؟ اكرم انت بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهمه. بطلي استعباط. الراجل اللي انت رحتي سالتيه في المقابر اتصل عشان يطمن انت لقيتي مامتك ولا لسه. انا كنت عارفه ان الراجل ده رغاي وهيفضحني. هات الدبدوب يا اكرم. يا اسراء، مامتك بتكذب عليكي، دي ما ماتتش ولا حتى اختفت، دي قررت تسيبنا احنا الاتنين. انا مش مصدقاك. لازم تصدقيني، انا اللي ربيتك وكبرتك، هي كانت فين طول السنين دي وسايباكي؟ هاتوا بقى. يا اسراء انا عايز احميكي منها، ارجوكي ما تروحيش. ماما انت وحشتيني قوي. ها يا اسراء، جبتيه معاكي؟ اهو. عارفه اكرم لما شافني قاعد يكذب ويقول ان انت سبتيني وانا صغيره. وانتي ما فكرتيش انك كان لازم تصدقيه؟ طول عمرك غبية من صغرك. ماما طول عمرك غبية من صغرك. ماما افتحي الباب، انا صدقتك. ها يا اسراء، ايه اللي حصل؟ كان عندك حق. اخيرا صدقتيني، الحمد لله ان انت ما اديتيهاش الدبدوب. لا ما انا اديتهولها. ايه؟ بعدين ايه حوار الدبدوب اللي انتوا الاتنين عرفتوني بيه ده؟ اديتيهولها ليه؟ انا كنت سايب فيه الماس كتير قوي. الماس؟ بعدين دي غلطتك، حد يسيب الماس في دبدوب؟ انا كنت سايب الالماس ده ليك انت عشان تامني مستقبلك لو حصل لي اي حاجه. بجد يا اكرم؟ ايوه، مامتك كانت عارفه كده قبل ما تسيبنا، عشان كده خدته منك دلوقتي. انا هتصرف. ماما افتحي الباب. ولا ماما ايه بقى؟ افتحي الباب يا ساميه. عايزة ايه يا اسراء؟ عايزه الدبدوب بتاعي. خديه. ده فاضي. انت سرقتي الالماس اللي جواه. مش كفايه ان انت سبتيني وانا صغيره؟ ما انا ما سبتكيش الا لما اتاكدت انه في مغفل هياخد باله منك. ما تقوليش عليه كده. واول ما المغفل سابلك الالماس في الدبدوب، زرعت فيه جهاز الكلام عشان يشككك فيه واخد انا الالماس كله. يعني انت فعلا لما طلعتي رحله كنت مخططه تسيبينا؟ ايوه طبعا، وعشان يرتاح ضميري في حاجه لازم تعرفيها. اكرم يبقى باباكي الحقيقي مش جوز مامتك. سابق لا تتردد لاحق. اسكتي يا اسراء،
انت سمعتي الاغنيه دي فين؟ انا سمعتها على التلفزيون. مش قلتلك 100 مره انه لو اي حد كبير سمع اي اغنيه حياته هتنتهي؟ يعني انت لو غنيتي هتاذي ماما، انت عايزه كده؟ لا، اوعدك يا ماما ان انا مش هسمع اغاني تاني. رايحه فين يا اسراء؟ رايحه الشغل يا ماما. في ايه؟ مش هتخرجي الا لما تلبسي دول. يا ماما دول بيوجعوا لي ودني، ينفع ما البسهمش؟ لا طبعا، انت ما تعرفيش امتى ممكن اي حد يغني، وساعتها حياتك هتبقى في خطر. انا خايفه عليكي. حاضر. اسراء، هو انت خلصتي الورق المطلوب منك؟ ايوه انا كنت ايه ده؟ ايه اللي في ودنك ده؟ ما توريهولي كده. معلش يا حسام، بس انا ماما موصياني ان انا ما اقلعهمش. في ايه يا اسراء؟ هو انا هاكلهم؟ ماشي، بس ترجعهم لي بسرعه. اكيد طبعا، بس بياخديهم من الزباله. انت عملت كده ليه؟ عشان المدير قال 100 مره ان احنا ما نحطش حاجه في ودننا واحنا بنشتغل. ويلا بقى عشان المدير عايزك. استاذه داليا، حضرتك طلبتيني؟ ايوه يا اسراء. لو حضرتك هتكلميني ان انا ما حققتش التارجت الشهر اللي فات فانا اسفه. لا مش هو ده الموضوع. امال ايه؟ يا سهر الليالي. استاذه داليا بطلي غنى. يا سهر الليالي. قلتلك بطلي. يا حل. يا نهار ابيض، ايه اللي انت عملتيه في استاذه داليا ده يا اسراء؟ ما كانش في حل تاني، كانت بتغني وعايزه تموتني. ايه؟ مستحيل طبعا تعمل كده، انا هتصل بالبوليس. ماما، مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ حصل مصيبه يا ماما. حسام اللي معايا في الشغل كسر السماعات بتاعتي، وبعدها على طول مديرتي بدات تغني. لا تبكي يا ماما، انت بتعملي ايه؟ لا انظر. ماما، انت بتغني ليه؟ ماما، من انت مش سامعاني؟ حريري لا تقطع الرجاء. اسراء انت كويسه؟ انا اسفه. انت عملتي فيا كده ليه؟ مش عارفه، انا ما كنتش قادره اتحكم في نفسي. اسراء، يا اسراء ارجوك اصحي. اسراء. ماما، انا هنا يا حبيبتي. انا ودني بتوجعني قوي يا ماما. كل حاجه هتبقى كويسه. وريني ودنك، في حاجه غريبه في ودنك. حاجه غريبه في ودني ازاي؟ اثبتي، انا هطلعها. لا لا يا ماما، ارجوكي لا. لازم يا اسراء، الحاجه دي هي اللي وجعلك ودنك، لازم نشيلها. طيب. ما تتحركيش. طلعتها. الشريحه دي كانت في ودنك يا اسراء. انا حاسه انه في واحده في ودني انا كمان. قربي هطلعها لك. طلعتها. شاطره يا اسراء. ماما، هي ايه دي؟ انا جات لي فكره. حطي السماعات دول في ودنك عشان يحموكي وغني. لا طبعا يا ماما، انا خايفه اذيكي. ما تخافيش، غني. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء. ماما، انت كويسه؟ ايوه، ما حصليش حاجه. اكيد الشريحه اللي كانت في ودننا هي السبب. بس مين اللي حطها في ودنا؟ افتحوا الباب حالا، انتوا الاتنين لازم تيجوا معايا حالا. ابعد عن بنتي. ماما، انت موتيه؟ لا طبعا، بس احنا لازم نفهم ايه اللي بيحصل. روحي هاتي حبل عشان نكتفه في الكرسي. ايه ده؟ انتوا رابطيني ليه؟ احنا عايزين نعرف انتوا ليه حاطين الشريحه دي في ودنا؟ شريحه ايه؟ انا ما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه. انت لو ما نطقتش انا هحط الشريحه دي في ودنك وهغني. لا لا لا، هتكلم خلاص. احنا زرعنا الشرايح دي في الناس عشان نسيطر عليها ونتحكم في حياتها، وانتوا اول ناس تقدر تشيل الشريحه دي من ودنها. ازاي؟ انا مش فاكره انه حد زرع حاجه في ودني. ما احنا بعد ما زرعناها مسحنا ذاكرتكم عشان ما تفتكروش حاجه. اسراء، احنا لازم نبلغ الناس كلها. انتي لايف دلوقتي. جماعه، انا لازم احكي لكم خبر مهم قوي. هو كل شويه موبايلي يضيع. لقيته. سيب الموبايل من ايدك والا هتموتي. ليه يعني يا ماما؟ هو الموبايل هينفجر في وشي؟ ليه يا خفيفه؟ عشان المسابقه الجديده مش سامحالنا نشوف وشنا لا في الموبايل ولا في المرايه. مسابقه ايه دي؟ في شكل على خدك ولازم تخمنيه، ولو ما خمنتش صح هتموتي يا اسراء. نهار اسود. طب ما تساعديني وقولي لي كده اي علامه. ما ينفعش، لو قلتلك هنموت احنا الاتنين. ورده، مثلث، نجمه. ربنا معاكي يا اسراء وتخمني صح. انا مش فاهمه يا احمد، ايه الفايده من المسابقه دي اصلا؟ لو خمنتي صح قبل ما الوقت يخلص هتخشي الجوله التانيه. هو في وقت معين؟ ايوه، لحد غروب الشمس. انا عرفته، مثلث قائم الزاويه متساوي الاضلاع. متساوي الاضلاع يا اسراء. احمد، بقول لك ايه، انا مش ناقصه تريقه خالص. فاضل ساعتين ولو ما عرفتش الاجابه هموت. هو انت خمنت صح خلاص؟ ايوه طبعا. ازاي بقى؟ عندنا في المدرسه بتاع 500 طالب، اكيد حد فيهم واخد نفس العلامه بتاعتي. فضلت بقى اقول العلامات اللي على وشهم لحد ما جت معايا علامتي صح. حلوه قوي الفكره دي. سبوره، ديسك. اسراء، فاضل 10 ثواني، لو ما خمنتيش صح هتموتي. اسراء، لو ما خمنتيش صح هتموتي. احمد، هتوحشني. ايوه صح. انت فرحان عشان انا هموت؟ يا بنتي ركزي شويه. صح. هي المدرسه فضيت كده ليه؟ في ناس كتير اختفوا لما ما عرفوش يخمنوا الشكل بتاعهم قبل ما الوقت يخلص. ماما، انا رجعت. يا ماما، يا ماما. يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه. خوخه؟
حرام عليكي يا ماما، انا خفت ما تكونيش عرفتي الشكل بتاعك. لا يا هبله، ده انا كنت باخد شاور. طب الجوله خلصت، ممكن اخد موبايلي بقى؟ لا طبعا، لسه فاضل جولتين. انا زهقت. التلفزيون، لمبه. بتضحكي على ايه يا ماما؟ عشان المره دي هنخمن الوان يا هبله. الوان؟ هو انا ناقصه؟ العب بقى، انا فوقتلك، ده انا خبره في الالوان. احمر، فيروزي، نيروزي. انا ليه حاسه ان انت شمتان فيا؟ اسراء، مالك يا احمد بتعيط ليه؟ مش هتصدقي اللي حصل. مامتي اختفت امبارح يا اسراء، ما عرفتش تخمن الشكل اللي ظهر لها. مامتك؟ مش عارفه اقول لك ايه يا احمد، ربنا يصبرك. انا بكره المسابقه دي قوي. احنا النهارده في حصه الاقتصاد المنزلي هنعمل رز بلبن. اسراء ما ينفعش تستخدمي الحله دي ليه يعني؟ عشان هتعكس وشك وكده هتعتبري غشتي في المسابقه. انت ما شفتيش لونك مش كده؟ لا ما شفتوش طبعا. اكيد. ايوه طبعا اكيد ما شفتش حاجه. انا هروح الحمام يا مستر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا رحت في داهيه. انا شفت اللون اللي على وشي، يعني حتى لو خمنته صح اختفي برضه زيتي. كسبت؟ هو انا ليه ما اختفيتش؟ انا مش فاهمه، انا غشيت. اسراء انت خمنتي اللون صح؟ طبعا، من غير ما اغش، من غير ما اشوف وشي في حله ستانلس في حصه الاقتصاد المنزلي واحنا بنعمل رز بلبن، عشان انا لو كنت عملت كده كنت اختفيت. يا بنتي اهدي، في ايه؟ انت اوفر كده ليه؟ انا اوفر؟ لا خالص. سلام بقى يا احمد عشان اتاخرت. لا بقى، انا لازم افهم انا ما اختفيتش ليه. انا هبص في المرايه، انا هبص في المرايه. انا ما اختفيتش، يعني هما كانوا بيضحكوا علينا. يا ماما المسابقه طلعت بتضحك علينا، احنا مش هنختفي لو بصينا في المرايه. بطلي جنانك ده يا اسراء. انا مش مجنونه، لو مش مصدقه بصي. ابعدي عني، انت عايزه تموتي امك. يا ماما قلتلك مش هيحصل حاجه، بصي بس. ماما انت رحتي فين؟ انا خليت ماما تختفي. اما نشوف ظهر لي ايه في الجوله الثالثه. حب. المره دي كلمه صعبه قوي انه حد يخمن كلمه كده، ممكن ناس كتير قوي تختفي. اسراء انا مرعوبه قوي. انت عارفه في كام كلمه في الدنيا؟ دي شليون كلمه. بطلي هزار بقى، ده في كلمات كتير جدا. دي ممكن كمان كلمه بتبقاش عربي، ممكن تبقى صيني. طب ما نجرب كده، تقول لهم نيهاو. ابعدي عني. اسراء انا ما شفتكيش بتخمني خالص، انت استسلمتي؟ لا طبعا يا احمد، انا خمنت الكلمه بتاعتي صح. ازاي؟ حظي حلو. انا مش عارف الكلمه بتاعتي. خلاص فاضل 3 ثواني. 3 2 1. 3 2 1. هي الناس راحت فين؟ هو انا اخر واحده على كوكب الارض؟ مبروك، انت وصلتي للنهائيات. فاضل لك جوله واحده عشان تكسبي المسابقه. انا كنت مفكره انه دي اخر جوله. اسراء. احمد انت عرفت تخمن الكلمه بتاعتك؟ ايوه، يا ترى مين عرف يخمن تاني؟ في 3 هناك اهم. مبروك عليكم وصولكم للنهائيات. انتوا من 5 بس اللي قدرتوا توصلوا للمرحله دي. دلوقتي هتدخلوا اخر جوله، واللي هيكسبها هياخد 1,000,000 جنيه. واحنا هنعمل ايه بالفلوس لو الناس اللي بنحبها ماتوا؟ مين قال ان هم ماتوا؟ هم اختفوا بس. احنا كنا حاجزينهم في مكان لوحدهم لحد النهائيات. دخلوا الناس. اسراء ماما اكسبي يا بنت وهاتلنا ال1,000,000 جنيه. في الجولة دي كل واحد فيكم هياخد رقم من 1 ل10، بس المختلف ان انتوا تقدروا تقولوا لبعض ارقامكم، وبرضه تقدروا تكذبوا على بعض. قدامكم ساعة واحدة بس عشان تخمنوا. طب لو خمنا غلط؟ هتموتوا. طب انا هروح اقعد جنب امي. ما ينفعش، لازم تلعبي. انا اصلا ما كانش ينفع ابقى في النهائيات. ازاي يعني؟ انا غشيت. انا غشيت. انت بتضحك ليه؟ انا بقول لك انا غشيت. بجد؟ والله انا بصيت في المرايه. ما احنا عارفين عارفين؟ وموافقين كمان. كل ال5 اللي وصلوا للنهائيات غشوا، بس عشان نمنعكم ان انتوا تقولوا لبعض حطينا قاعدة ان انتوا لو قلتوا لأي حد الشخص ده هيختفي. عشان كده لما خليت ماما تبص في المرايه اختفت عشان نخليكي تفتكري ان انت الوحيدة اللي تقدري تغشي. يا ولادي. لا عيب، ده نزعل منك. ودلوقتي جه وقت الاختيار. عايزين تلعبوا ولا تموتوا؟ يسرا. هلعب. خالد. هلعب. سلمى. هلعب. احمد. هلعب. اسراء. قررتي؟ هلعب. قدامكم ساعة واحدة وبعدها كل واحد هيخمن الرقم بتاعه، والغش ممنوع في الجولة دي. اللعبة هتبتدي دلوقتي. احنا لازم نساعد بعض عشان محدش فينا يموت، كل واحد يقول للتاني الرقم بتاعه. كدابه، انت عايزه تخسرينا كلنا وتكسبي انت. لا طبعا، وعشان تصدقيني رقمك 1. انا ما سالتكيش يا يسرا، وبصراحه كده انا مش مصدقاكي. اوعي تصدقيها يا اسراء. احمد. رقمك مش 1، رقمك هو 9. رقمك مش 1، رقمك 9. مصدقاك، انا مش بثق غير فيك انت يا احمد.
وانت كمان الوحيده اللي انا بثق فيها. هو انت ممكن تقولي لي رقمي ايه؟ اكيد رقمك 5. هو كل واحد فيكم هيقول لي رقم مختلف؟ انا مش عارف اصدق مين فيكم، انتوا كلكم كدابين اصلا. صدقني يا احمد ارجوك، انا مش عايزاك تموت. لو انا وانت قلنا لبعض ارقامنا الحقيقيه احنا الاتنين هنكسب. عندك حق، رقمك هو 9 على فكره. متاكد؟ ايوه، يلا احلفي ان انا رقمي 5. والله رقمك 5. اسراء انت قاعده لوحدك ليه؟ انت كويسه؟ فكك مني يا يسرا خالص، انا عرفت ان انا رقمي 9 وان انت كنت بتكدبي عليا. 9؟ اتمنى تكوني بتثقي في الشخص اللي قالك كده كويس، عشان شكله بيضحك عليكي. ايوه طبعا بثق فيه، مش زيك. ايه رايك انت كمان تبقي صادقه وما تكدبيش على الناس وتقولي لهم ارقام غلط؟ انا ما كدبتش على حد يا اسراء، انا قلت لك ان رقمك 1 وقلت لاحمد انه رقمه 5. يسرا انت بجد قلتي لاحمد انه رقمه 5؟ ايوه ليه؟ عشان انا لما قلت له انه رقمه 5 قال لي ان كل واحد فينا قال له رقم مختلف. مش قلتلك احمد بيكذب عليكي؟ للاسف يا اسراء احمد بيكذب عليكي. مستحيل. الوقت خلص وجه الوقت ان انتوا تخمنوا ارقامكم، واللي هيخمن غلط هيموت. يسرا 3 غلط، خالد 8. غلط، سلمى 2. غلط. ارجوك ما تموتنيش. وبكده فاضل معانا متسابقين 2 بس، اسراء واحمد. ودلوقتي دور احمد. رقمي 5. صح، مبروك يا احمد. ودلوقتي دور اسراء. لو خمنتي صح هتقسمي انتي واحمد جايزة ال1,000,000 جنيه مع بعض. قولي رقمك يا اسراء. 1. صح، مبروك. انا مش مصدقني خمنت صح. وانا كمان يا اسراء. انت خدعتني يا كذاب. اسراء انا اسف، انا كنت مفكر ان لو احنا الاتنين كسبنا هنموت احنا الاتنين. انت اسوأ انسان انا عرفته في حياتي. بنتي يا اسراء، ماما انا مش مصدقه، الكابوس ده خلص اخيرا. خلص السنه دي بس، المسابقه دي هتتعاد تاني السنه الجايه. يا لهوي.